دائما وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، وبناء على معلومة مستقاة من طرف عناصر فرق الأمن والتحري رقم 1 للدرك الوطني بحسي مسعود، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش المسكن، تمكنت مصالح الدرك الوطنية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية في أحد المنازل الواقعة ببلدية حسي مسعود. التصريح للرقيب الأول بطام رياض من فرقة الأمن والتحري رقم 1 بحسي مسعود ولاية ورقلة. في إطار المتابعة العامة لإقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، تحصل أفراد فرقة الأمن والتحري رقم 1 للدرك الوطني بحسي مسعود على معلومة مؤكدة مفادها تفريغ شاحنة لكمية معتبرة من المشروبات الكحولية في أحد المنازل، يقوم مستغله بتخزين وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة. استغلالا للمعلومة تم التعرف على هوية صاحب المسكن، أين تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل تفتيش المسكن، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر ب 30,108 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام محلية الصنع. كما تم حجز كمية من المخدرات تقدر ب 168 غرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مبالغ مالية يقدر ب 30 مليون سنتيم من عائدات البيع، هاتفين نقالين 2 ميزان إلكتروني دقيق.